اليوم مكتب التحقيقات ديال نونتيغ في ضواحي باريس بقدرة قادر خرج وقال باللي ما عندهم حتى شي دليل اللي تيدين اشرف حكيمي في قضيه اغتصاب. البارح اكثر من 120 جريده الكترونيه فرنسيه شوهات اشرف حكيمي بقضيه اغتصاب، واليوم فقت الصباح ولقيت باللي جميع القنوات الاسبانيه كيشوهوا اللاعب اشرف حكيمي وكيقولوا على انه متهم في قضيه اغتصاب. ما نكذبش عليكم بقى فيه الحال حيت الصحافه الاسبانيه كامله كانت كتقول على ان اشرف حكيمي لاعب خلوق، وبسبب المخابرات الفرنسيه السمعه ديال اشرف حكيمي توسخات. علاش السلطات الفرنسيه جمعات وطوات الموضوع ديال اشرف حكيمي؟ انا نقول لكم علاش. البارح بالليل ملي خرج الخبر ديال اشرف حكيمي السوشيال ميديا المغربيه دارت حاله. الغلط اللي دارت المخابرات الفرنسيه هو انها جبدات الموضوع ديال اشرف حكيمي في هذا الوقت اللي المغاربه مازال ما هضموش فيه القضيه ديال سعد المجرد، وبسببكم نتوما والتعاليق والمشاهدات والبارطاج ديالكم والهاشتاغات اللي درتوا على اشرف حكيمي زعزعتوا المخابرات الفرنسيه.